زملائي الدكان، اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غادي نتكلموا على هذا المشكل اللي وقع في قطر من خلال المنع ديال العلم الامازيغي، اللي تنعتبره هو اهانه بالنسبه للشعوب الطواقه للتحرر والشعوب ديال شمال افريقيا والعلاقات الانسانيه بصفه عامه. تظاهره ما خصناش تكون بهذه الحده وبهذا يعني الرفض، كما قالوا ايضا الاوروبيين، قالوا ايضا المجتمع الدولي، على ان هذه التظاهره فيها نوع من المزايدات، يعني فيها نوع من التدخل السياسي في حق الشعوب وفي حق الحريه الفرديه والجماعيه. على أي نحن نقول بالحرف الواحد بأن هذا الإجراء يمثل يعني إجراء تعسفي في حق الشعب الأمازيغي، وأيضا يجب على الدول المعنية أن تتدخل لتفادي هذا الخطأ، وإلا الأمر سيضرب في المصالح بين الدول، يعني الدول في شمال إفريقيا، وأيضا بين الشعوب، لأن هناك شعوب إلى حدود اليوم بدون دول ما زالت تسعى إلى فرض ذاتها وفرض لغتها واحترام حقوقها السياسية، بل أكثر من ذلك تسعى إلى تحرير أرضها من كل المصالح التي أصبحت الآن بيد الإمبريالية وبمساعي يعني استعمال الإسلام والعروبة لسرقة ثروات الأمازيغ في شمال إفريقيا. على أي نقول لكل أمازيغي حر مقاطعة هذه المباريات، لأن هذه إهانة لنا بالنسبة للأمازيغ في شمال إفريقيا، ويجب رد الاعتبار لنا من خلال يعني موقف رسمي على الأقل إذا كان هناك خطأ غير مقصود. وتحياتي تنمية.